المشاهد، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده. كل عام وحضراتكم طيبين وبعود الايام علينا وعليكم بخير ورمضان كريم. كل يوم معانا سؤال من سيادتكم في احدى التعليقات اللي بتتم على كل الحلقات والريلز بتاعتنا. النهارده هيبقى ضيف حلقه النهارده احد مهندسين معي في المكتب، هيطرح عليا سؤال وهنجاوب لحضراتكم. محدش يطلع من الحلقه، لان كل ما بروح معاينه والاقي مشكله بقول يا ريت الناس دي كانت سمعت المعلومات وكانت استريحت. خليكم معايا. العربي الدولي للترميمات، أول قناة عربية متخصصة في أعمال الترميم. شوف بقى النهارده المهندس احمد هيقول لنا ايه. هندسه، ازيك يا باشمهندس اشرف؟ ازيك يا المشاهدين حبيبي؟ كلهم. طيب، والله كانت في حاجه من الحاجات اللي كانت غريبه في معاينه، ان في واحد كان بيسال بيقول لي هندسه، عندي الدور التاني السقف كله مصدي، والدور اللي فوق ما فيهوش اي صدى ولا فيه اي مشكله، فايه تفسير حضرتك للموضوع ده؟ والله فعلا الكلام ده بيتكرر معانا كتير جدا في المعاينات. وهو الانسان اول ما بنروح مثلا عنده ونكشف عنده جزء من السقف بيقول لك يا نهار اسود البيت ده هيتهد خلاص. وبعدين لما بنحاول ان احنا نكشف في اماكن اخرى وبنلاقي الدنيا كويسه والحديد مظبوط، فهو يفتكر ان احنا جايين نهرج. لا، طب وليه يعني؟ ويبتدي المبررات بتاعتنا تخبط في دماغه. هو الراجل اللي بيجيب له المون اللي هو الزلط والرمل، راجل طبعا مش مخزن عنده التشوين ده، بيجيب من الجبل ويرمي ويمشي. النهارده النقله جات له من هنا، بكره النقله جات له من حته تانيه، فبيبقى من سوء الحظ انه يجيب من جبل لسقف معين او لدور معين من مكان وحش. وممكن ان يحصل معاه الامور انه ربنا يكرمه والاماكن التانية بتطلع بخامات كويسة، فربنا بيستر عليه وما بيطلعش. فده بيبقى الخامات اللي جاية كلها مش من مكان واحد يا هندسة. وده شيء فعلا ما حدش هيخزن قدام بيته 300 400 متر، واخد بالك؟ ولا هو المشوى نفسه هيبقى بيجيب طبعا من جبل، والجبل زي ما بيقولوا قلاب. بعد اسبوعين ثلاثه اللودر اللي بيسحب من الجبل بيجيب من مكان تاني. مظبوط. الله تمام ينور يا عليك هندسة؟ يا هندسه. الله ينور عليك يا هندسه. تمام، اشكركم. وان شاء الله يوميا هيبقى معانا سؤال مع احد المهندسين وهنقول اجاباته. الاسئله دي اسئلتكم انتوا وتعليقاتكم انتوا. انتظرونا بكره. كل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.